انتقال الفاطميين إلى مصر. كان الخلفاء الفاطميون ومنذ عبيد الله المهدي قد قاموا بعدة محاولات سياسية وعسكرية لدخول مصر، ولما تولى الخليفة المعز لدين الله الفاطمي أرسل حملة كبيرة بقيادة القائد جوهر الصقلي. دخل جوهر الإسكندرية دون قتال، وكانت أحوال الدولة الإخشيدية في الفسطاط مضطربة، وجرت معركة انتصرت فيها قوات جوهر. أعاد العمل بالأمان ودخل الفسطاط. بدأ بتأسيس مدينة القاهرة، كما بنى الجامع الأزهر. أرسل الجيوش لإخضاع أقاليم الوجه القبلي والبحري، كما أرسل إلى جورج ملك النوبة يطالبه بدفع الجزية أو الدخول في الإسلام. وأرسل إلى الشام حملة كبيرة بقيادة جعفر بن فلاح الكتامي تمكنت من فتح الرملة ثم دمشق. وأقيمت الخطبة فيهما للفاطميين سنة 59 و300 للهجرة، واعترف حكام حلب الحمدانيين بالخلافة الفاطمية. بدأت المواجهات الأولى في انطاكيا بين الفاطميين والبيزنطيين. بدأ أن الطريق إلى بغداد أصبحت مفتوحة، لكن معركة دمشق التي جرت سنة 60 و300 للهجرة بين القرامطة وفلول الإخشيديين من جهة وجيش الفاطميين من جهة أخرى غيرت الحسابات، إذ هزم الفاطميون وقتل قائدهم جعفر الكتامي. بقي وضع الشام على ما هو عليه. بعد أن استقر الأمر لجوهر أرسل إلى الخليفة المعز لدين الله الفاطمي يدعوه للحضور إلى القاهرة، وسار إلى مصر. دخلها سنة 62 و300 للهجرة، وأصبحت القاهرة حاضرة الخلافة الفاطمية.